اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يلا فيديو جديد. موسم عاشورة خلاص على الابواب، بقيله يومين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بقى هنعمل العاشورة القمر اللي معانا دي ازاي؟ بصوا هنعملها بقى ايه، شبه المهلبية واحسن. بصوا عندي ربع كيلو من القمح او الغلة، شوفوا حضراتكم بتقولوا عليها ايه، منقوعة لمدة ساعتين بالظبط. ما ينفعش تنقعيه اكتر من كده علشان ما تفتحش معانا. وعندي معلقه من القشطه، معلقتين من جوز الهند، معلقه واحده من النشا، معلقتين برضو من الكريم شانتيه، كوبايه ونص من السكر، رتل من اللبن فانيليا، ربع كيلو من البليله. لازم تنقيه كويس، انا جايباه من عند العطار عادي، وفي برضو الاكياس الجاهزه بيبقى حلو قوي، بس برضو لازم تبصي بيه فيها كويس. انا نقيته مره واتنين وتلاته وغسلته برضو، تغسليه كويس جدا وتنقعيه بقى لمده ساعتين بالظبط، بس ما تنقعهوش جامد عشان ما تفتحش معانا. هو لمده ساعتين بس، اكتر من ساعتين. عايزه حبايه البليله تبقى طريه بس في نفس الوقت ايه، قلبها ناشف يعني. بصوا المنظر، بصوا علشان ما تفتحش معانا. والميه اللي نازله عايزه الغسيل بتاعها يبقى الميه نازله زي ميه الحنفيه معانا كده. شورى معلقه السكر دي بتبقى حلوه قوي، بتحافظ على، هندوب السكر بيحافظ لي على حبايه الغله زي ما انتوا شايفين معايا كده. السكر ده خالص، الميه من القمح خالص اللي معانا. ودلوقتي بقى هنضيفه في الحله. بصوا معايا كمية المية لازم تكون كتيرة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين احنا لسه حاطينها. اظبطي الساعة، نحطها بالظبط ربع ساعة بالظبط تغلي معانا، وهغطي عليها وهسيبها برضو ربع ساعة في نفس المية، ومش هشيل من عليها الغطا علشان الحبيبات الغلة اللي معانا دي تفتح معانا كده وتفشر معانا وتبقى عطيانا نفس النتيجة اللي احنا عايزينها في العاشورة. يعني الموضوع كله على بعضه هياخد نص ساعة. الحب بتاعها بصوا استوى وماسك نفسه، ما فشرش واتهرى. شايفين المية بتاعتها شربت 3/4 المية بتاعتها فاتحة وجميلة. بصوا دلوقتي بقى هاخد معلقتين منها كده وهضيفها في شفشق الخلاط. دي اختياري زي ما انتوا حابين اللي انتوا تعملوا كده، حابين مش حابين مفيش مشكلة. يعني مش الكمية كلها، معلقتين بس. هنعمل لها خشونة كده بتبقى حلوة قوي. دلوقتي ضفت اللي انا ضربته اللي في الخلاط، المعلقتين اللي انا قلت لكم عليها. دلوقتي بقى هضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. متسرحوش مني، صلوا على الرسول. دلوقتي بقى هنزل بالسكر قبل ما تغلي وقبل ما تدخل سواها في اللبن. السكر على حسب الرغبة، عايزة تقللي زودي، شوفي الكمية السكر اللي انتي بتحبيها. بجد الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة. هضيف دلوقتي معلقتين جوز الهند، حلوة قوي تخلي طعمها تحفة. رشة من الفانيليا، قشطة زي ما قلت لكم. القشطة دي لو جايبين لبن من عند اللبان، لبن جاموسي ملهاش اي لازمة. جايبين لبن من اللي هو العلب عادي، تديها بس طعم. هسيبها بقى تغلي معانا وهوطي عليها خالص. اللبن بقى مع جوز الهند مع السكر مع الفانيليا مع معلقة القشطة
لحد الحبيبات ما ترجع تفشر معانا اكتر من الاول، وهوطي عليه على نار هاديه خالص. دلوقتي بقى عبال العاشوره بتاعتنا ما تستوي على نار هاديه خالص، هنعمل شويه من اللبن على معلقتين من النشا زي ما انتوا شايفين، على معلقتين كريم شانتيه. هنعمل بقى اداة الربط بتاعتها، اللي هو مع نص كوباية لبن على معلقة من النشا على معلقتين كريم شانتيه، وادوبهم جامد كده. يا جماعة العاشورة بدأت تستوي معانا، شايفين الغليان المنظر؟ بصوا تعالوا قبل ما نضيف عليها اي حاجة، بصوا شايفين عاملة وش شبه القشطة كده كريمي، طبعا علشان حطينا لها معلقه القشطه اللي انا قلتلكوا عليها عشان جوز الهند يختفي معانا، بس سايب ايه ريحته القويه طبعا. بقى هضيف اداه الربط بتاعتنا اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين. هلفها لفه واحده بس، اقلب فيها كده، هغليها غلوه واحده لحد ما احس ان النشا استوى فيها. بس لازم وهي بتغلي لازم انا اقلب كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شايفين المنظر؟ شايفين وشها كريمي ازاي، في نفس الوقت وشها شبه القشطة كده. الله الله، بجد بجد عسل. شايفين؟ بصوا تقلت معانا، وفي نفس الوقت ايه برضو القوام بتاعها شبه الكريمي كده، بجد فظيعة. تعالوا بقى دلوقتي نغرفها مع بعض. شايفين القوام بتاعها؟ بصوا كريمي. خلصنا احلى عاشورة عملناها مع بعض لعيلتي الجديدة اللي على اليوتيوب. يا رب تكونوا استفدتم من كل حاجة بنزلها، وصفاتي تعجبكم. زي ما انتوا شايفين عملناها مع بعض، سهلة خالص وما فيهاش اي حاجة، ومغذية قوي للاطفال. والله الله على شكلها اللي يفتح النفس. شايفين شكلها حلو قوي. زي ما قلت لكم قبل كده انا بعمل الحاجات دي للبنات اللي لسه مبتدئه، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار. كل سنه وحضراتكم طيبين. مش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.